اهم 3 حاجات لازم تعملها قبل دخول رمضان. اول حاجه هي انك انوي نيه صادقه لله انك تبطل اي حاجه انت بتعصي فيها ربنا. يعني لو بتشرب سجاير فبطل في رمضان، ولو بتعمل حاجه مش كويسه او بتكلم بنات فوقف تماما في رمضان. وافتكر اننا في رمضان بنحاول نغسل ونطهر نفسنا من جوه. تاني حاجه انك حاول قدر الامكان ما تتفرجش على مسلسلات ولا افلام في رمضان، وده لانك هتتفرج على مسلسل وهتشوف واحده بشعرها او مشهد مش لطيف بيسيء لنا كمسلمين، فبلاش تتفرج على مسلسلات واستبدل ده بانك تمسك المصحف. وانا عارف ان ده هيكون صعب عليك اول يوم وهتبقى مش عارف تقرأ قد ايه، بس احب اقولك ان ربنا قال في سورة المزمل واقرأوا ما تيسر من القرآن. وتالت حاجة هي انك حاول تنظم وقتك بشكل كويس بين العبادة وبين المهام اللي عليك، وبرضه ما تهملش مذاكرتك ولا الشغل اللي وراك. وبس كده، فيديو خفيف لطيف، يا رب يكون خفيف على قلوبكم. وفي النهاية ما تنساش تقول معايا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي النهاية أنا يوسف عبد الرازق، ودي قناة مثلث الثقافة.